اجتماع ثم اجتماع ثم بيان، وفي الاخر المباراة مش هتتلعب. الزمالك اولا كلمة اعلنها الكابتن حسين لبيب منذ اعلان ترشحه لرئاسة نادي الزمالك، وكان شعار موجود واصبح شعار المرحلة: الزمالك اولا ولا شيء غير الزمالك. حي حي يوم التلات مش جاي. بيان محترم جدا جدا من نادي الزمالك بيأكد فيه ان هو مش رايح مباراة بكرة ومش هيلعب بقية المباريات لحد ما يتم تحقيق مطالب نادي الزمالك المشروعة. جدا 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 بيان محترم وبيان تاريخي من مجلس إدارة نادي الزمالك. اجتماع ثم اجتماع ثم بيان، وفي النهاية المباراة في موعدها. السلام. السلام دي منطقة تقريبا منطقة محترمة طبعا، فأعتقد هو كان يقصد حاجة على منطقة السلام أو عنده مشوار في منطقة السلام أو في ماتش في منطقة السلام. كابتن حسين لبيب بيقول لك سلام. مطلب مشروع ومطالب مشروع على نادي الزمالك. الدوري المصري عك، الدوري المصري ما فيهوش حاجه عدله، ما فيهوش حاجه كويسه. دور اول ماتش دور تاني، الناس كلها خلصت، احنا لسه شغالين ولسه قدامنا كتير. من فتره كده طلعوا قالك الدوري اخره 30/6 واحنا لسه دلوقتي مش عارفين احنا بنلعب في الدور الاول ولا في الدور التاني. وكل اللي يزعل من اللي الزمالك عمله راضي بالعك، يقول لك طب وايه المشكله، ما احنا على طول كده. لا، ان الاوان نصلح، وان الاوان يبقى عندنا كوره، وآن الأوان يبقى عندنا مسابقة منتظمة. شكرا كابتن حسين لبيب إنك بتسعى للأفضل للكرة المصرية، شاء من شاء وأبى من أبى.